يا صباح الخير، كيفكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هلا بظن هذا الفيديو حيتلحق ينزل المساء، فمعلش اعتبروها صباح الخير. كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حبيت ابلش هذا الفيديو بذكرى من بيت جدي ونانتي. هاي شجرة البرتقال موجودة تقريبا من زمان، من لما كانت نانتي عايشة، فحبيت هيك أبلش الفيديو بذكرى من نانتي الله يرحمها. المهم، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم حنصور فلوج ممتع ببيت أهلي. طبعا اللي لاحظ إنه أمي عم تعمل حشوة المكدوس. أمي بتعمل حشوة المكدوس 3/4 جوز وربع دبس فلافل. قال لأنه ما بتحب دبس الفلافل، وهي عم تقول إنه هيك تطلع أطيب. فجهزنا كل شي، جبنا الأغراض على الغرفة مشان نعملها بالغرفة، ما نعملها بالمطبخ. مطبخ بيت أهلي ضيق، وأمي ظهرها عم يجع صار فترة، فما عم تقدر توقف، فقررنا إنه نعمل المكدوس بالغرفة. أمي عم تجهز الحشوة هون، وأنا بلشت بالثوم. وهون دقيت الثوم لأمي مشان نبلش نحشي الباذنجان. ونحن عم نعمل مكدوس، أمي تذكرت إنه لازم نبلش نحط مونة الزيتون، فقررت إنه نروح على الزيتون، بس ما كان في حدا ياخدنا. ومحسوبتكم بما إنه عم تتعلم السواقة وعم تجيني تعليقات إنه أنت عم تسوقي وشفناكي على التيك توك، فقررت أنا أخدها لأمي على الأرض. أنا صار لي 5 سنين متجوزة، 14 الشهر بيكون عيد زواجي، يعني بخلص ال5 سنين ونفوت بال6 سنين. بتصدقوا لهلا عملت مكدوس مرتين بحياتي، يعني طلعوا طيبين ماشي من شيء، بس ما بيشبهوا مكدوس أمي، ما بعرف ليش. ولا أنتوا كمان النسوان المتجوزات اكتبوا لي بالتعليقات، عن جد المكدوس تبعكم ما بيطلع مثل تبع أمكم، ولا بيطلع أطيب، ولا تبع أمكم أطيب؟ أنا عملته مرتين، وللأمانة يعني ما بحسه بيشبه مكدوس أمي. طبعا الحشوة كتير كتير. هلأ بتقولوا حتاكلوا كل مكدوس لحالكم، لا، أمي عم تحسب حسابي وعم تعمل لبيتها وعم تحسب حساب أختي. اللي ما بيعرف قرب عرس أختي كتير، فلهيك أمي عم يعني تحسب لي حسابها بكل شي. طبعا الزيت لسه مو متجمع بالزيتون، بس امي هيك بس يطلعوا الزيتون ويصيروا لونهم اخضر المفروض تاكل منهم، يعني لسه مو مستويين على الاخير الزيتونات، هلا مو وقتهم، لساتنا ببداية العاشر. ايام زمان كانوا الزيتون يتركوا للشتوية بنص البرد ويروحوا. ميرو طالع بيشبه هدول اللي بيجوا من اهل المدينة واللي ما بيعرفوا يمشوا بالضياع. عرفتون؟ كان في هي جماعة ايام قبل هلا ب10 سنين، اول ما الناس اجت من حلب عافرين، فكانوا يقولوا نحن ما بنقدر نمشي بهي الارض
والأرض مليانة حجارة وما بنقدر نمشي وما متعودين على هاي العيشة. بقى ميرو صار مثلهم مامي ركعي سادوري جام تحت. طبعا هاي اللي طالعة فوق الشجرة بتكون أمي، يا ما شاء الله رشيقة زيادة عن اللزوم، هذا على أساس ظهرها عم يجعها. طبعا ما رحنا لحالنا، أخذنا الحارة كلياتها معنا، فراحوا جيراننا معنا وراحت مرت عمي كمان معنا، والله قضينا وقت حلو. خلصنا زيتون وقعدنا تسلينا. هلا وصلنا على بيت جدي فرجيكم. طبعا امتد معنا الفيديو لتاني نهار. تاني نهار أهلي قرروا يروحوا يزوروا جدي، فأنا كمان رحت معهم. هو للأمانة أنا ما بروح لحالي لأنه جدي عايش لحاله، فالولاد ما بيسكتوا لأنه ما في رفقات، ما في حدا أبدا، وأنا بمل، فبحاول أروح مع أمي. بعرف البيت بلا نانتي صعب جدا، فالولاد هيك مبسوطين ومكيفين، فقررنا ننظف له البيت شوي ونشطف له. أمي بلشت هون. ماما أنا نادي يوشوش بكافي. شايفين كمية الفرح عوش أبي لأنه عم نشوف الأولاد. هلا يعني أنا كنت مفكرة بصفر 90%، بس مجرد ما أشوف أهلي وقديش عم ينبسطوا الأولاد ويفرحوا فيهم، مع إنه عاشوا يعني 8 سنين لحالهم بلا أولاد. كنا بحلب عايشين هنا 8 سنين لحالهم، فمجرد ما هي الفكرة إنه هن يرجعوا لحالهم، فعم استبعد فكرة السفر على الأخير، مع إنه أنا كنت ناوية جدا. معلم الشوي عنا بالبيت ببيت أهلي هي أمي، يعني من بعد أمي ما حدا يشوي. أمي بتشوي بكل سلاسة وطولة بال وسهولة، يعني بتشوي حتى أحسن من أبي وأخي. هلأ إذا بيسمعوني بيزعلوا. أنا خلصت المطبخ وأمي عم تغسل بلا. بتحسوا بيوت هلأ ما فيهن روح، يعني شوفوا إطلالة هذا البيت لحالة فيها روح مختلفة. وهيك نكون خلصنا شطف وخلصنا كل شيء، وقرب الوقت انه نروح على البيت. صورت ابي وجدي بالسر، هيك اخذنا لقطة عفوية انه قاعدين سوا وعم يشربوا شاي. وهيك من جوا عفرين ومن جوا سوريا بنقلكن تصبحوا على خير، واستنوني فيديوهات تانية احلى ان شاء الله وفلوكات احلى.